سمعت قبل كده عن أزبل فيديو اتعمل؟ لأ؟ طيب السلام عليكم ورحمة الله. الفكرة المرة دي هي إننا هنحاول نتنافس مين فينا هيعمل أسوأ فيديو كمونتاج. ولو بتسأل ليه تتفرج على التحدي ده وليه إحنا عملناه، بكل بساطة عشان ما تعملش زينا وحبينا نخترق قوانين المونتاج اللي بتخليك دايما لازم تعمل أحسن نتيجة ممكنة. إحنا لازم نكسر كل القواعد ونوصل لأعماق الدارك ويب ونخرب ما نطولش عليكم في المقدمة وخلينا نشوف شروط التحدي. طيب ما ينفعش حد يشوف جزئية التاني، وما ينفعش تعمل فيديو عبارة عن شاشة سوداء، لأنه صدقوني الشاشة السوداء هتبقى أفضل من اللي هتشوفوه. التحدي يخلص في يوم واحد بس، وبس كده، هي دي الشروط. وقبل ما نكمل ما تنساش تصلي على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولو في صلاة فايتاك ما تنساش تروح تصلي وما تنساش تدعي لكل المسلمين. بدأنا كلنا ناخد الفويس اوفر اللي هنشتغل عليه، واللي سجل المرة دي ما كانش حد من الفريق، كان مؤدي الصوت صاحب الحنجرة الذهبية الفائز بيكسي، وهو أحد الأصدقاء الأعزاء. شكرا ليك يا بيكسي على مشاركتك معنا، وربنا يعينك على اللي هتشوفه مننا. بس قبل ما تشوف، لو لسه ما عملتش لايك واشتراك، فحابب أفكرك ما تنساش عشان ده بيدعمنا. وبس انجوي. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة قبل ما معانا تبدأ بس ثانية واحدة، نبدأ مع أول واحد معاه وهو طيب ولا في زمن تغمر فيه النفايات البلاستيكية مساحات شاسعة من محيطاتنا، ظهر شاب هولندي يدعى بود. هذا الشاب الذي بدأ رحلته عندما حيث لاحظ أثناء غوصه في البحر الأبيض المتوسط كمية هائلة من البلاستيك التي استلهم بودين فكرة ثورية. بنى نظاما يستخدم لجمع النفايات البلاستيكية بدلا من مطاردتها. فكانت هذه الفكرة بداية مشروع منظم الذي أصبح اليوم واحدة من أبرز مبادرات أنابيب طويلة تطفو على سطح الماء، تعمل كشبكة ذكية تلتقط. قد نجحت هذه التقنية في جمع، لم يكن بودين مجرد بص احنا عايزين نقيم ازاي. يعني مثلا لو 10 من 10 يبقى الفيديو ده أسوأ حاجة في الفيديو. نقيم الفيديو ده سوءا 6.5 من 10. 7/10. الله 7/10 كمان. أستاذ نجم. جامد أوي الفيديو ده، عجبني. يا اسطى من 10 ليه؟ طيب لما عجب. ايوه شوف فيديو حلو. فيديو حلو. ايوه اصلا بشوفها اسوق من كده على جروبات الفيس. ندخل على الفيديو اللي بعده، وهو صوت صفير البلبل هيج قلبي. في زمن تغمر فيه النفايات البلاستيكية مساحات شاسعة من محيطاتنا، ظهر شاب هولندي يدعى بودين سلات. هذا الشاب الذي بدأ رحلته عندما كان عمره 19 عاما فقط، حيث لاحظ أثناء غوصه في البحر الأبيض المتوسط كمية هائلة من البلاستيك التي غطت الحياة البحرية. استلهم بودين فكرة ثورية، بنى نظاما يستخدم التيارات الطبيعية للمحيطات. البسملة لتصنيع وتوريد الأدوات المنزلية، جودة ترضيك وسعر يغري. لجمع النفايات البلاستيكية بدلا من مطاردتها. فكانت هذه الفكرة بداية مشروع منظمة تنظيف المحيطات الذي أصبح اليوم واحدة من أبرز المبادرات البيئية عالميا. اعتمد النظام على أنابيب طويلة تطفو على سطح الماء، تعمل كشبكة ذكية تلتقط نفايات دون الإضرار بالحياة البحرية. قد نجحت هذه التقنية في جمع آلاف الأطنان من البلاستيك سنويا. لم يكن بودين مجرد مخترع، بل كان مصدر إلهام يدعو الشباب إلى تحمل المسؤولية والتفكير خارج الصندوق. في النهاية إن الإبداع هو الحل، لذلك ابدأ بخطوات صغيرة نحو المستقبل. تدق بياديك. مؤسسة حملة الدولية للمخدرات. في ايه؟ حبيبي تسلم. الجودة جامدة قوي. انا بالنسبة لي 9 من 10. 10 من 10. سقفة يا ابن من الإبداع 10. ده، يا ابن الإبداع ده يا ابني. جيمي 1 من 10. ها؟ القطة كان شكلها حلو يا اسطى، القطة كان شكلها حلو. جاهز يا محمد؟ يا جماعة شوف الفيديو بتاعك. في زمن تغمر فيه النفايات البلاستيكية مساحات شاسعة من محيطاتنا، ظهر شاب هولندي يدعى بودين سلات. هذا الشاب الذي بدأ رحلته عندما كان عمره 19 عاما، غوصه في البحر الأبيض المتوسط كمية هائلة من البلاستيك فكرة ثورية. Hello guys. Today we have a list of top 5 cat
Número 5. Cat Free. بنى نظاما يستخدم بداية مشروع أصبح اليوم واحدة من أبرز المبادرات في زمن تغمر فيه النفايات البلاستيكية مساحات شاسعة من محيطاتنا. المبادرات البيئية عالميا اعتمد النظام آلاف الأطنان من البلاستيك سنويا. لم يكن بودين مجرد مخترع، بل كان مصدر إلهام يدعو الشباب إلى تحمل المسؤولية والتفكير خارج الصندوق. في النهاية إن الإبداع هو الحل، لذلك ابدأ بخطوات صغيرة نحو المستقبل. مبدئيا فكرة إن الفيديو يتعاد حاطط كوبريت محمد جمال. حاطط كوبريت محمد جمال. 10 برضه الصراحة. 10 برضه بأمانة يعني. يعني ما شاء الله، لو كان في 11 كنت اديته 12. استاذ جيمي استنى بس عشان لو قال. بس انا لو قلت رايي في الفيديو ده، الفيديو هيتمسح من على اليوتيوب. انا مش هتكلم عن الفيديو نفسه، مش عشان يعني انا لو اتكلمت هقفل لكم القناه. طبعا محدش خد باله من المكتوب بره هنا. اسمه فودي. في زمن تغرو فيه النفايات البلاستيكية مساحات شاسعة من محيطاتنا، ظهر شاب هولندي يدعى بودين سلات. هذا الشاب الذي بدأ رحلته عندما كان عمره 19 عاما فقط، حيث لاحظ أثناء غوصه في البحر الأبيض المتوسط كمية هائلة من البلاستيك التي غطت الحياة البحرية. استلهم بودين فكرة ثورية، بنى نظاما يستخدم التيارات الطبيعية للمحيطات لجمع النفايات البلاستيكية بدلا من مطاردتها. كانت هذه الفكرة بداية مشروع منظمة تنظيف المحيطات الذي أصبح اليوم واحدة من أبرز المبادرات البيئية عالميا. اعتمد النظام على أنابيب طويلة تطفو على سطح الماء، تعمل كشبكة ذكية تلتقط نفايات دون الإضرار بالحياة البحرية. قد نجحت هذه التقنية في جمع آلاف الأطنان من البلاستيك سنويا. تفضل يا محمد جمال قيم هذا الفيديو. أنا صراحة عن نفسي يعني. تفضل يا محمد جمال. كوادريليون من 10. من غير تطبيل يا محمد جمال. نوميرو 5. Número 9 من 10. اتفضل يا استاذ جيمي، قول رايك بقى بكل نزاهه وفاهم معاك كل الصلاحيات. لا جيمي جيمي وربنا ما عندي حاجه اقولها يا اسطى، ما تستناش. تمام يا اسطى. ولو وصلت لحد هنا فحابين نبلغك بخبر، وهو ان في تحدي قادم للمتابعين، غالبا هيكون الفيديو اللي بعد الجاي باذن الله. وبس، سلام. طب السلام عليكم يا شباب، احنا كده وصلنا امسح الفيديو.